وسمع عن قاعدة 80-20 ويلا بينا نطبقها مع جراحات السمنة. لو خلاص وصلنا للوزن المثالي بتاعنا وبس عايزة احافظ على وزني، يلا بينا نلخبط. ايه ده؟ دكتورة إيمان الشريرة بتقول نلخبط؟ أيوة، بس بالراحة. الأكل متعة من متع ربنا، وزي ما بنتعلم مع بعض طول رحلتنا في خسارة الوزن مع جراحات السمنة إن احنا نعمل بدايل صحية بحيث إن احنا نتمتع بالأكل ده. مفيش مشكلة لما في يوم ألخبط. إيه المشكلة يعني لما آكل من بره الأكل اللي مش صحي، اللي أنا عارفة إن هو مش صحي، مادام معدتنا تمام وما عندناش أي مشاكل صحية. بس ده هيكون بنسبة 20% بس، بحيث أفضل محافظة على 80% بتاعتي أكل صحي تماما، خضار وفاكهة وبروتين، وبعيد عن أي مقليات أو محمرات أو حلويات. وبالتالي بعد ما طبقت قاعدة 80-20 إن أنا ألخبط 20% وأتمتع وأظبط نفسي وأمشي صح 80% بمتعة برضو بأكل صحي، يبقى أنا كده قدرت أحافظ على الوزن المثالي بتاعي وبصحة.